السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. معملناش فيديوهات كده بقالنا فترة، وبنعمل فيديو وبنغيب بعدها بشهرين، بس عايزين بقى نتحمس مع بعض كده. والنهاردة بقى جايه لكم فيديو قوي تعويضا لكل الغياب اللي فات. النهاردة بقى نعمل مع بعض كده ايه روتين جامد في يوم عزومة طويل. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة متنسوش تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا حطولي لايك جميل كده للفيديو. الفيديو ده يستحق اللايك بصراحة، يعني اللايك بصراحة. و اللي مشتركش معايا في القناة فضلا وليس أمرا اضغطوا على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلوا زر الجرس اللي جنبها، اختاروا كلمة الكل علشان يوصلكوا شعار بكل فيديو جديد ننزله. بصوا النهاردة هنلاقي أخطاء كتير جدا. انا ما عدتش هغير في المونتاج حاجه، الكلمه اللي هتطلع. انا ممكن بغير التسجيل علشان خاطر كلمه. لا احنا ايه بتلقائيتنا كده، الفيديو طويل وهنتعب مع بعض. يلا بينا بقى ايه نبدا الفيديو بتاعنا. بس اهم حاجه ما تنسوش تكونوا حطيتوا لايك، واهم حاجه الاشتراك يا جماعه، عايزين القناه تكبر وتتفعل باذن الله. النهارده بقى هنعمل ايه؟ ده كده كان تجهيز للعزومة، كان عندي عزومة. وطبعا علشان بقى في عزومة وكده، لو عندك عزومة بنبدأ طبعا في تجهيز المحشي قبلها بيوم، مش نيجي يعني يوم العزومة نفضل نجهز في المحشي ونقور في كوسة وبتنجان، والموضوع هيبقى زحمة ولبخة ولحمة وهيبقى يوم طويل ومتعب بصراحة. هنا بقى قبلها بيوم، أنا عندي العزومة كانت يوم الخميس. ده بقى الأربع. يعني هتلاقوني كده بتنقل معاكم من اوضه للصاله للمطبخ بس مش هنسيب حته في الشقه اللي ما نقعد ونصور فيها من الحر. الجو كان حر جدا، والنور طبعا انتوا عارفين كل شويه بيقطع وحاجه، استغفر الله العظيم يا رب. هنا بقى انا جبت الكوسه والبتنجان وقورت البتنجان الاول. طبعا ده بياخد غلبه، فعشان كده بعمله الاول. علشان بنعوز بقى نطريه ونقوره، واصلا البتنجان من التقوير بيبقى يسمر الايدين، فانا ببقى اقور البتنجان الاول وبعدين ايه اقور الكوسه، بحيث ان الكوسه ايه تغسل ايدي وكده مكان الاسمرار اللي البتنجان بيعمل، بيبقى يعمل لنا زي حنه كده. هنا بقى خلصنا تقويرنا، اكيد طبعا مش بالسرعه دي. انا بجري معاكم علشان ايه ناخد الاحداث كلها كده سريعا والفيديو ما يطولش. بس الفيديو غصب عننا لازم يطول، يعني هي عزومه كامله متكامله، مش هيطول ازاي؟ بعد ما بقى خلصنا تقوير، هناخد بقى الكوسه والبتنجان كده تحت الحنفيه. شايفين هنا النور كان جه بقى آه ناخده بقى تحت الحنفيه كده نغسله كويس. طبعا عملته معاكم كوسه وبتنجان كتير جدا جدا على القناه. مهم بقى ايه بمشي كده المقوار برضو في قلبه، بحيث لو لسه في حاجه من بواقي التقوير او كده ان هي تنزل وانا بشطفها، ويا احطها كده في مصفى علشان تصفي المية اللي فيها كويس. طبعا انا شطفتها مرتين يعني، وفي الاخر خالص بقى حطيتها يعني قلبتها في المصفى كده. نبدأ بقى هنا نجهز للتقلية بتاعتنا او الصلصة بتاعتنا بتاعت المحشي. هنا حطيت، كان عندي دهن، فجبت حتة كده من الدهن، سخنت الحلة وحطيتها بحيث ان هي ايه تسيح كده، ومعلقة سمنة بلدي وشوية زيت. احنا بقى هنعمل محشي فلازم نتكلف عليه. نعمل بقى محشي مشكل، كوسة وبتنجان وفلفل، وفي برضو هعمل محشي سلق. فبقى نجهز كده للصلصة. حطيت هنا السمنة والزيت والحاجة دي، الدهن يساح، بس برضو في قطع كده مساحتش، يعني ما بتسحش اصلا. هنا بقى جبنا البصل، ننزل بقى بالبصل بتاعنا. انا فرماه في الكبة، تفرموه على ايديكم عادي مفيش اي مشكلة. وفرمت كام فص من الثوم، وبرضو فلفل الوان. هتقولوا فلفل في صلصة المحشي، اقول لكم ده بيدي طعم حلو قوي وعادي يعني، هو ما بيظهرش اصلا في الصلصة يعني، او ولا بغير لونها ولا بعمل اي حاجة. بيدي طعم جميل وبيدي ريحة حلوة قوي. انا هنا كان عندي صلصة جاهزة كنت عاملاها وعيناها في اكياس في الفريزر، فطلعتها استخدمتها، لان النور كان بيقطع كل شوية. وانا اصلا كنت عامله حسابي ان انا هعمل من الصلصة دي، هي صلصة بس من غير بصل من غير اي حاجة، طماطم بس فرمتها وسبكتها وعليها شوية ملح وخلاص. فلما البصلة بتاعتنا هنا والفلفل والثوم عملوا ميكس حلو كده وريحة جميلة وبدأ ان هما يتبلوا، نزلت بقى بالصلصة.
نركن بقى صلصتنا على جنب. حطيت لها البهارات وظبطت الملح بتاعها وهديت عليها النار وسبتها على جنب كده، بحيث برضو البصل ايه ياخد سوا. هي الصلصة مستوية وكل حاجة، بس ايه كل حاجة تستوي مع بعضها، برضو البصل والخضار وكده. هنا بقى نجهز لتعصيجة اللحمة المفرومة. عملنا بصل اليوم ده، طول اليوم بنعمل في بصل. فرمت بصل. حطيت برضو زيت الاول كده في الحلة، لما يسخن ننزل بالبصل وبعدين الفلفل، وننزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتنا. ممكن تنزلوا باللحمة المفرومة الاول تدوها تشويحة، وبعدين البصل والفلفل. ممكن تعملوا البصل والفلفل الاول وبعدين، يعني ايا كان. على فكرة انا بعمل الطريقة دي وبعمل الطريقة دي والاتنين زي بعض. نظبط بقى ملحنا. حطيت شوية كمون، فلفل اسود، شوية من السبع بهارات. انا محطتش ملح لسه، هديها بس تقليبه كده، اللحمه تاخد تشويحه مع البصل. وكنت بقى فارمه كام فص توم، فص توم ايه كنت فارمه كام حبات طماطم. شايفين المهزله اللي حصلت دي؟ فرمت طماطم ونزلت بيها على اللحمه المفرومه، وظبطت بقى ملحها وهديت عليها النار وسبتها تتسبك مع نفسها. وكنت بقى على جنب كده بحمر في البتنجان اللي طربش الدنيا وملا الدنيا زيت وغرق الدنيا، مع اني كنت مغطيه والله. بس مسافه ما كنت بشيل الغطا كنت بلاقي مفرقعات كده وحاجات بتفرقع في كل حته. البوتاجاز اتبهدل والحله اتبهدلت والارض وكل حاجه. يعني ارخم حاجه في البتنجان لحظه التشويح دي، مش عارفه يعني الواحد يعمل ايه بصراحه. بس طبعا لازم نديله تشويحه. انا ما كنتش بغيبه، او المفروض اصلا احنا ما نغيبوش في الزيت. يعني يا دوبك ايه على الزيت يكون سخن على يعني ايه ياخد تشويحه بسيطه كده على الجهه دي وعلى الجهه دي ونطلع على طول. بس لازم من الخطوه دي علشان ما يجلدش معانا، لازم ان احنا نديله تشويحه. ما ينفعش ان احنا نحشيه من غير ما يتشوح في الزيت. وهنا بقى جبت ربطة الخضرة بتاعتي، نضفتها كويس من اي عود بايظ، من اي عود اصفر، وغسلتها وقطعتها كده قطع زي ما انتم شايفين ناعمة. وهنا الرز برضو كنت غسلاه. طبعا يا جماعة الرز مش هقدر اقول لكم هو قد ايه، لان على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. يعني على حسب، انا عاملة كذا نوع محشي، عاملة محشي كتير، فانتوا بقى تكتروا، عاملين حاجة قليلة فتقللوا الرز. طبعا على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها محشي. طبعا الرز كنت غسلاه ومصفياه كويس قوي، وبنشله كده برضو بايدي عشان لو فيه ميه ما تنزلش على الصلصه ايه وتعمل ميه كده. حطينا بقى البهارات بتاعتنا، ملح، كمون، فلفل اسود، كزبره، وسبع بهارات. لو عندك خلطه محشي حطيت ايه تاني يا ربي، المهم كل البهارات اللي عندك حطيها على المحشي. انا ما حطيتش نعناع، انا حبيت الكوسه والبتنجان ما يبقاش عليهم نعناع، بس هرجع اضيفه في الاخر وانا بعمل السلق. جهزنا بقى كل حاجه، قلبنا الخلطه بتاعتنا، شوحنا البتنجان اللي طلع عينينا. هنا برضو كام قرن فلفل كده خالتهم. و الحلة دي انا دي المحشي السلق انا لسه ما ظهرتوش، هو اللي كان في العلب على على الحوض. طبعا انا كنت اصلا عاملاه في اوانه كده في ايام ما كان موجود، ومخزنه عندي في الفريزر. مش عايزه اقول لكم الواحد مر بصعوبات ومواقف في اليومين دول. يعني مش عايزه اقول لكم بقى، مش عايزين نحرق، احنا نمشي مع بعض ايه واحده واحدة. كفايه اصلا حراره الجو، وكفايه النور كان بيقطع كل شويه. وللاسف بقى ساعه الطبيخ بقى كده الانبوبه خلصت وحصل حاجات بصوا كان يعني كانت مغامرات والله. يعني اليومين دول كانوا عباره عن مغامرات. انا عماله اقول يا رب هو في ايه يا جدعان النور بيقطع والجو حر والميه بتقطع والانبوبه خلصت، ايه يا جدعان في ايه؟ المهم بقى ايه، اخدت المحشي كده المشكل الحلو اللذيذ الجميل ده، حشيته حطيته في الصينيه دي، لان انا هحطه في التلاجة. انا هنا بحشي قبليها بيوم، وهنا حشيت محشي السلق. هو انا ما صورتوش ولا وبالمناسبه في حاجات كنت بصورها واقعد قدام الكاميرا واصور، وفي الاخر اكتشف اصلا ان انا ان الكاميرا ما كانتش مفتوحه، او ما كنتش ضاغطه على التسجيل. يعني الكاميرا مفتوحه قدامي واقعد اصور، وفي الاخر اجي افصل الفيديو الاقي الفيديو اصلا ما اشتغلش من اساسه. المهم بقى كنت خلصت المحشي، حطيته في الصينيه اللي هو الكوسه والبتنجان والفلفل، حطيته في الصينيه الصغيره دي وهغطي عليه وهحطه في التلاجة. هو محشي السلق كنت حشيته في الحله وهنغطي عليه ونحطه في التلاجة. انا قلت احشي الكوسه والبتنجان واعينهم في التلاجة، وتاني يوم بقى برصهم في الصينيه وكده. انا بقى نعمل لتتبيله جاز التتبيله بتاعه الفراخ. معايا هنا طماطم وبصل وتوم وفلفل، فرمتهم كده كويس في الكبة، نعمتهم كويس خالص.
بصوا بقى البهارات بتاعتنا: كمون، فلفل اسود، كزبرة، وملح، وسبع بهارات، وبهارات فراخ، وعصير ليمونة، ومعلقتين زيت، ومعلقتين خل. بصوا، ولو في بقى دبس رمان، لو عايزين تضيفوا معلقة عسل اسود، اي صوص عندك، صوص الباربيكيو، اي بصي المتوفر عندكم حطوه. الخلطة بتاعتي، بصوا الحاجات اللي ممكن تبدعوا فيها. او هنا حطيت، كان عندي المفروض يبقى فيه زبادي عشان يطر الفراخ وكده ما تبقاش ناشفة. ما كانش فيه زبادي، فكان عندي لبن رايب، فبدأت ان انا اشيله كده بالمعلقة، لان طبعا اللبن رايب بيبقى فيه مية على رايب وكده. بدأت ان انا انشل بالمعلقة القطع بتاعة اللبن اللي هي شبه الزبادي دي. هنقلب بقى كويس الميكس الفظيع الخطير الرهيب ده. يا لهوي بقى على على الريحة، حاجة عظمة. هنا بقى الفراخ بتاعتنا انا كنت نقعاها وغسلاها في مية بخل وليمون. وجيت بقى هنا ساعة التتبيلة بغرز كده الفرخة ما شاء الله كانت كبيرة، فقسمت كل ربع على 2. يعني الفرخة على 4 منابات، انا يعني قطعت كل مناب على 2، يعني كانت معايا 8 قطع، فانا كان معايا فرخة ونص. هنا بقى ايه نتبلها كده في التتبيله الاول كده. بقيت اغرزها بالسكينه كده قبل ما احطها في التتبيله، بحيث ان الانسجه بتاعتها او اللحم بتاعها يكون طايله من التتبيله ومتشرب من التتبيله، وندلك بايدينا كده كويس تحت الجلد. و لازم بقى التغريزات دي علشان ايه الطعم يبان كده فيها من جوه. وطبعا لو فيها فصوص كده فيها حاجات ندخل التتبيله في كل حته يا جماعه. بصوا انا ببقى مستمتعه جدا وانا بعمل الفراخ دي او وانا بتبلها. من الحاجات اللي انا بحب ان انا اجهزها تتبيله الفراخ. طبعا كل قطعه كده هنعملها. انا معايا هنا طبق حاطه فيه كيس، لو عندكم كيس حراري. هو انا طبعا مش هشويها في الكيس الحراري، بس انا هتبلها فيها. مش عايزه ان انا احطها في الطبق، لان انا كل شويه عاوزه اقلب الكيس كده وكده. علشان ايه التتبيله مثلا لو انا حطيت في الطبق هتركز في الطبق من تحت، واللي فوق هيبقى ايه التتبيله بتاعته خلاص خفت من عليه، لان نزل السوائل بتاعته. انما لما احطها في الكيس هيبقى محكم، فهقدر ان انا والكيس مربوط هقلبه كده وكده. كل شويه مثلا هفتح التلاجة هقلب الكيس كده، هقلب الكيس كده، يبقى ايه التتبيله الفراخ متشربه كويس قوي من التتبيله اللي احنا عاملينها. مين بقى وصل معايا لغايه هنا او جرى معايا الفيديو كده في الاول وما حطليش لايك؟ بصوا انا تعبت في الفيديو ده تعب ما اقولكوش. انا مش عايزه اقول لكم ان انا لسه عامله مونتاج للفيديو بعدها باسبوع. من كتر ما انا شايله هم ان انا اعمل مونتاج للفيديو الطويل ده، بحاول ان انا اختصر لكم فيه كتير جدا والله. الفيديو ده تصويره يعني وانا بظبطه كده في المونتاج لقيت مفكره مثلا هو هيبقى نص ساعه ولا ايه، لقيته عدى الساعه. فانا بحاول ان انا اختصر لكم حاجات كتير قوي قوي، يعني علشان ايه ما نملش، مع اننا هنمل برضو. هو ايه عزومه يا جماعه، فلازم يبقى فيها حاجات كتير كده والفيديو لازم يبقى طويل واخد حقه عشان ما نكروتش حاجه. المهم بقى خلصنا كده. بعد ما خلصنا التتبيله اللي باقيه معايا حطيتها في الكيس. شايفين بقى؟ عشان كده بقول لكم نحطها في الكيس نقدر ان احنا نقلبه. ده طبعا انا كنت متبلاها بالليل، يعني المحشي والحاجات دي كنت بادئه فيها الظهر خلصتهم. التتبيله دي بقى تبلتها بالليل ونحطها بقى في التلاجة. طبعا كل ما افتح التلاجة كل شويه كده اقوم ايه قلب الكيس على الجهه دي شويه على الجهه دي شويه وهكذا. وتصبحوا على خير. وبسرعه كده بقى صباح الخير، بدأنا يوم جديد. ده بقى اليوم الخميس الصبح. نجهز بقى اللحمه بتاعتنا. انا قلت بقى كده انا ملكه، انا ملكه. انا كده مش هعمل حاجه اكتر من ان انا هعمل اللحمه وهسوي المحشي وبس كده، واليوم هيبقى لذيذ. نعرف نقعد مع ضيوفنا، ما نبقاش تعبين نفسنا، ما نرهقش نفسنا في اي حاجه. مجهزين كل حاجه قبلها بيوم. وتاني يوم هنكمل بس التكميلات اللي هي البسيطة، بس التاتشات بتاعتنا هنحط قاعد المحشي، هنجهز بس المكرونة البشاميل، اللحمة، وبس حاجات خفيفة. لا هنقلي ولا هنقور ولا هنحشي ولا هنعمل اي حاجة. انا بقى نجهز اللحمة بتاعتنا بس مش للحسابين بقى زي ما بيقولوا. المهم بقى هنا حطيت برضو قطعة دهن. هنا بقى هعمل اللحمة برضو تسيح كده الاول. وهنا نزلت ببصل وتوم وفلفل وطماطم وحبهان وورق لورا والمشتقات الحلوة دي، وعود قرفة بس يكون صغير خالص، حتة صغيرة خالص، لان القرفة اللي هي الخشب دي طعمها بيبقى ظاهر جدا في الشوربة، ومحبهاش طعمها يكون ظاهر علشان ما تغيرش من طعم الشوربة.
يعني ايه شوربة اللحمة دي بتبقى اصلا بصراحة والله ما بتبقى عايزة غير شوية فلفل اسود وخلاص. بس طبعا لازم من المشتقات دي بيدوا طعم حلو للشوربة. ندي الخضار ده تشويحة الأول كده، تشويحة محترمة لغاية ما يطلعوا ريحتهم كده، ننزل عليهم برشة فلفل أسود صغيرة برضو تطلع ريحتها كده، حاجة عظمة بقى. ندي بقى اللحمة. انا ببقى ساعات اسويها بحط مية لما تغلي وبعدين اسقط فيها اللحمة والخضار، وساعات بديها تشويحة زي كده، شوح الخضار وبعدين ادي برضو اللحمة ايه تشويحة وكده. نزلنا بقى باللحمة بتاعتنا، نقلبها بس تقليبة ايه بسيطة كده برضو بحيث ان هي تتشوح كده تغير لونها، وهسيبها شوية وبعدين هنرجع نحط لها المية بتاعتها. بس كده نسيبها مع نفسها. انا بدأت باللحمة دي بدري لانها مثلا يعني ايه اللي كانت هتاخد سوا او حاجة، وبعدين انا هحتاج الشوربة بتاعتها علشان المحشي، فعملتها الصبح على طول. يعني كانت الساعة تقريبا 9:30 10 حاجة زي كده. هنا بقى ايه، طلعت الاطباق والمجات دي بتاعة الشوربة. آه كنت ناوية ان انا اطلعها قبلها بيوم، بس كنت بنسى، كنت بكسل هقولها اعملها مش عارفة ايه. لو انت عندك عزومة تطلعي اطباقك كده وتغسليها كويس وتحطيها على جنب. لو في مكان عندك، ما كانش مثلا ممكن قبلها بساعة قبل تجهيز الاكل، بس عشان ما تكونيش ملبوخة وانتي فاضية كده ورايقة كده في بداية يومك، طلعيهم وغسليهم وحطوهم يتصفوا كده في جنب. طبعا لو عندك المطبقية مش هتاخد، يا دوبك بس يصفوا ميتهم ولميهم كده على بعض في جنب، في جنب يا جماعة، لان دي حاجات غالية وقابلة مش للكسر للدش. لو حاجة لا قدر الله وقعت عليه العوض بقى فيها. فانا لقيت الجو هادي كده فحطيت بقى اللحمة والجو هادي حواليا، فانا مش هطبخ حاجة دلوقتي، هطبخ طبعا على الظهر. قلت بقى اما اروح اجيب الاطباق اللي انا بأجل فيها من امبارح دي واغسلها، اغسلها واحطهم يصفوا والمهم احطهم في جنب، بحيث بقى ان انا ما اجيش ساعة الاكل اروح اطلعهم مثلا من النيش او اجيبهم ويكونوا مثلا عايزين يتغسلوا، طبعا لانهم مركونين ما بنستعملهمش قد كده، فطبعا هيحتاج ان هم يتغسلوا، ما يجوش ساعة الاكل اقعد اغسل فيهم ويبقوا مبلولين ونغرف ومش هنبقى فاضيين بقى للاكل ولا للغرفان ولا للغسيل ولا لايه. نظموا انتوا وقتكم بقى ايه على حسب الجو عندكم. خلاص بقى كده خلصنا، نروح نجيب الفراخ بتاعتنا. الساعة كانت حوالي 11 كده. جبتها طبعا، وانا كل ما افتح التلاجة بقوم قلبة الكيس على الجهة دي شوية نكون قافلينه كويس. هنا بقى انا هي الفراخ دي انا مش هشويها على الفحم، أنا عشان اشويها على الفحم هتاخد غلبة وهعوز اقعد قصادها في مكان، وانا طبعا مش هينفع ان انا اسيب الشقة علشان في حاجات على البوتاجاز ويعني ايه مش هينفع وكده. ومش هحطها برضو في الفرن، انا هسويها كده قصاد عيني كده على البوتاجاز من فوق. حطيت صينيه كده دهنتها دهنة زيت، ونزلت بقى بالفراخ بتاعتنا كده. لازم تعمل طش، عارفين انتوا الطش اللي في الاول دي، الصينيه تكون سخنه وتاخد صدمه كده. هرسنا فيها الفراخ، عليت عليها النار شويه، قلبتها على الجهه دي شويه وعلى الجهه دي شويه، وبعدين غطيت عليها وهديت النار وسبتها تستوي مع نفسها. طبعا تستوي على نار هاديه لانها مفيش فيها، مش هنحط لها ميه، مش هنحط لها اي حاجه. تتغطى كويس كده ونسيبها مع نفسها، ومن كل وقت للتاني ايدينا فيها نقلبها، هي مش هتاخد سوا كتير ولا حاجة، هي مش هتكمل ساعة اصلا. وبعدين هدخلها في الاخر تاخد وش. طلعنا بقى برضو المحشي اللي احنا كنا حاشينه. هنا بقى الصينية حطيت فيها كان فيه شوية من عيدان الشبت والكزبرة، حطيتهم في ارضية الصينية على طماطمية وبصلاية فلفلاية فصين توم مش عارفة ايه. رصيت بقى في الصينيه الحمد لله، يا دوبك جم على على قد الصينيه. كنت بقولها يفيد مكان في الصينيه هبقى امليه ايه تاني ومفيش رز. الحمد لله كل حاجه جت متوافقه مع بعضها الحمد لله. هنا بقى الفراخ بتاعتنا كانت استوت تقريبا يعني، بس انا ايه قلت اما اوريها لكم، او كانت لسه عايزه تكه بسيطه. من كل وقت للتاني ايدينا فيها في التقليب. جينا بقى هنا لايه، تسويه المحشي. طبعا انا منسقه وقتي ومرتبه البروجرام بتاعي وكل حاجه ماشيه كده ايه زي الفل. وهنا سنصمت قليلا، مش هنا يعني كمان شويه هنصمت قليلا. هنا بقى عشان نحط القعد بتاع المحشي، انا كان عندي شوربه في الفريزر طلعتها وسخنتها، لان طبعا شوربه اللحمه مش هتعمل معايا حاجه. عايزين نوفر منها للشرب ومش هتقضي المحشي كله، فانا كان عندي شوربه لحمه في الفريزر طلعتها سخنتها. وهنا حطيت شويه ملح على وش المحشي، ونزلنا بالشوربة بتاعتنا.
نحط نظبط ايه القعد بتاعنا كده، وهي هدخلها الفرن. ما كانش ينفع، انا ببقى احب اصلا ان انا ببقى احب احط المحشي كده على النار من فوق، على البوتاجاز من فوق، ولما ينشف ادخله في الفرن ياخد وش. بس طبعا البوتاجاز كان مشغول من فوق، حطيتها هنا بقى في الفرن. قلت هياخد ايه التسوية بتاعته من البداية للنهاية يعني على الفرن وكده. فالحمد لله يعني. هنا بقى نجهز، انا مش هحرق لكم حاجة، انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. حطيت هنا اللي اسمها ايه دي، المية على سليق المكرونة. طبعا كل شوية الإضاءة يا جماعة بتختلف، لأن النور كان كل حبة بيقطع الأيام دي، يعني ربنا يعديها على خير. قبل ما نصمت قليلا، لما قلت لكم هنصمت قليلا، انا الظاهر ما صورتش اللقطه دي. لما حطيت اسمه ايه المحشي في الفرن، لا المحشي راضي يغلي، ولا الميه بتاعه المكرونه راضيه تغلي على البوتاجاز من فوق، ولا في حاجه راضيه تخلص، والنار هديت. قلت هو انا مهديه ولا في ايه؟ يا رب اوعى يكون اللي في دماغي صح. يا رب مش وقته، مش وقته يا جدعان والنبي، بس مش وقته خالص ولا يومه. عمالة اقنع نفسي ان انا اللي مهدية النار، واروح اولع النار او اعلي النار شوية، اكتشف يا جماعة انه الانبوبة بتشطر. الانبوبة بتشطر. طب انا اعمل ايه؟ طب اروح فين؟ طيب طب اجي منين؟ طب ايه؟ طب مش وقته طيب يعني؟ طب يعني هو ده وقته؟ طب ما احنا قاعدين طول السنة، انت جاية تخلصي الثانية دي يعني، جاية تخلصي في اليوم ده؟ طب الناس قاعدة طيب. طب ايه الدنيا؟ طب المحشي ده وديه فين؟ طب اروح فين واجي منين يا رب؟ وده وقته؟ يلا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله انا جت على قد كده وما اتفضحناش. يعني الناس دول كانوا مننا وعلينا، فالموضوع كان عادي يعني، اخدناه كوميدي وضحكنا وهزرنا. والله كان يوم لذيذ قوي قوي، وكان كله ضحك ويوم فرفوش كده. عملنا ايه بقى؟ فضلت بقى طلعت المحشي، شايفين؟ فضلت معايا نهز في الانبوبه، والحمد لله قدرت ان انا اسلق اسمه ايه ده، المكرونه بتاعه البشاميل. النار لما طلعت الانبوبه ما بحبش احط لها ميه، بس بقى اضطرينا لكده. حطيت شويه ميه كده للانبوبه علشان تفك كده وتطلع البواقي اللي فيها علشان تنجز معايا. سلقت المكرونه طبعا الاول، وطلعت حطيت شايفين الصينيه دي صينيه المحشي، طلعتها على البوتاجاز من فوق علشان تنجز معايا، ان هي تغلي على طول. وقلت بقى اجهز للبشاميل. هنا بقى اللبن، علشان كنا في الصيف، بيبقى اغلبية الاوقات بنبقى جايبين اللبن حلو، ونيجي نكتشف في الاخر ان هو راب. فعلشان ان انا اتخطى المرحلة دي، يعني خفت ان هو يكون رايب. فاللبن وهو ساقع كده، خلي بالكم الخطوة دي ممكن تعملوها برضو في البشاميل. المفروض ان البشاميل اللي بنحط الزيت او السمنة الاول، وبعدين ننزل بالدقيق، ياخد تشويحة كده مع يا دوبك يغير لون كده، ياخد لون ذهبي مع السمنة، الدقيق ياخد لون مع السمنة، وبعدين ننزل باللبن ونقلب لغاية ما يدي القوام او التقل اللي احنا محتاجينه. انما لو انا خايفة بقى ان اللبن بتاعنا هيكون رايب، هنعمل ايه بقى؟ هنحط اللبن كده ساقع زي ما هو في الحلة من غير ما نولع النار، وبعدين ننزل بالسمنة بتاعتنا، بالزيت بتاعنا، بالدقيق، بالنشا، او بالخلطة بتاعة البشاميل، كل حاجة ساقعة واللبن ساقع. انا ما ولعتش النار، وقعدت نفضل نقلب نقلب نقلب، وبعدين نولع النار. لو اللبن رايب مش هيبان ان هو رايب، ومش هيقطع معانا، ومش هيعمل اي حاجة، وهيدينا قوام جميل زيه زي ما هنشوح الدقيق في الاول. يعني انا عايزاكم تخلوا بالكم من الطريقه دي. لو حسيتوا ان اللبن بتاعكم رايب يا جماعه، ما تشوحوش الدقيق الاول كده مع الزيت. حطوا كل حاجه ساقعه. الدقيق سواء هتعملوا البشاميل بدقيق او كده، حطوا كل حاجه ساقعه. انا هنا حطيت كوبايه دقيق، ومفروض يبقى مثلا على 2 كيلو اللبن كوبايتين دقيق، كل كيلو باخد كوبايه دقيق. انا حطيت هنا كوبايه دقيق ومعلقتين 3 كده كبار هرميين من النشا. ممكن نعمل بشاميل بنشا، ممكن نعمله بدقيق، ممكن نعمله بالاتنين. انا هنا عملته بالاتنين. نظبط بقى ملحنا وشويه فلفل اسود صغيرين على البشاميل. وما شاء الله بقى لما ولعت النار فضلت ايدينا بقى في التقليب فيه، علشان الدقيق طبعا ايه هيعمل تكتلات وكده. ايدينا في التقليب لغايه ما يدينا القوام والتقل اللي احنا محتاجينه. هنا بقى المحشي بتاع السلق، شايفين جميل ازاي؟ شبه ورق العنب بالظبط. نحط بقى القعد بتاع الشوربه. حطيت برضو رشه ملح كده في الاول. هتقولي انت بتحطي ليه كل شويه رشه ملح على وش المحشي؟ ما انت بتبقي حاطه على خلطه المحشي والشوربه بيبقى عليها ملح. لازم برضو ايه التكه ديت، لان مثلا الورق، الكوسه، البتنجان، الحاجه دي
تبقى عايزة برضو شوية ملح. يعني ايه، انتوا بقى بالنظر كده تقدروا تقيموا الملح بتاعكم. نقعد بقى نفرش ارضي. النور كان قاطع، قلنا نجهز البشاميل. طبعا سلقنا الورق، اللحمه المفرومه معصجينها قبلها بيوم كده. بقى كنا في اخر خطواتنا بقى ايه حطيت الستاند، فتحت الكاميرا، قلت بقى ايه اظبط الدنيا كده ونظبط الكاميرا ونظبط الاواني بتاعتنا، وعماله اجيب بقى الحله هنا واجيبها هنا علشان تبقى جايه قصاد الكاميرا، واجيب الصينيه هنا وارجع لا اجيب الحله دي هنا وما اعرفش ايه. المهم بقى هنا البشاميل بتاعنا بحط نص كده على المكرونه ونقلبه كويس. نص البشاميل بحط او اكتر من نص على المكرونه، نقلب 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 ونضغط على نقلب 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 دي، لانكم مش هتشوفوا حاجه بقى بعد كده. للاسف بقى هنا ايه، جبت بقى الصينية ورصيت فيها المكرونة وقعدت اظبط في الدنيا. وفي الاخر بعد ما رصيت المكرونة في الصينية وكل حاجة، ببص لقيت اصلا الكاميرا ما بتصورش. طب انتي ما بتصوريش ازاي؟ ما انت مصوره المكرونه وانا بقلبها في البشاميل. طب ما صورتيش المكرونه وهي بتترص في الحله ليه، في الصينيه ليه؟ المهم الظاهر ان انا ده ايه وقفت الكاميرا ونسيت اشغلها، او ضغطت على السهم مرتين قفل وفتح، او فتح وقفل معايا الكاميرا على طول. المهم بقى ايه اللي فاتكم، ان انا رصيت رق من المكرونه في الارضيه الصينيه، وبعدين رق اللحمه المفرومه والرق التاني من المكرونه، وبقيه البشاميل اللي حطيناه على الوش. الحمد لله انا جت على قد كده وبس كده. وادي بقى الاكل الحلو الجميل بتاعنا. اتغلبنا يا جماعه فيه. انا اصلا المكرونه اخدتها طبعا، الانبوبه ما عملتش معايا ده كله. اخدت المكرونه والمحشي كملتهم تسويه في فرن تحت. والحمد لله يعني الحمد لله جت على قد كده. كانت متيسره يعني. وعايزاكم بقى بصوا احنا تعبنا مع بعض في الفيديو. عايزين بقى تقدير، عايزين بقى يا جماعه اللي جرى معايا الفيديو ووصل لغايه هنا الاشتراك يا جماعه في القناه. عايزين القناه تكبر وتوصل لاكبر عدد من المشتركين. طبعا ده مش هيحصل غير بكم وبوجودكم. طبعا الناس كانت قاعده تقول والنبي ما تجيبيناش. زمان الناس هيقولوا من الناس النحس دول النور بيقطع والميه بتقطع والانبوبه خلصت والتصوير ما اكتملش. قلت يا جماعه انا مش هقول على اسمك، انا مش هقول على اسمك يا نص. وبس كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا معايا. ملحوظه بقى اخيره ايه عشان نكمل الليل. انا كنت ناويه ان انا اعمل مهلبيه بس لقيت اللبن رايف. كنت ناويه ان انا اعمل تشيز كيك ومهلبيه بس اللبن طلع رايف. بالمره بقى ما احنا هنقول افراحنا نقول احزاننا، زي ما هنقول ده هنقول ده وبس كده، عشان ما يبقاش في نفس حاجه ولا في نفسكم حاجه. اشوفكم على الف خير، مع الف سلامه.